السلام عليكم ورحمة الله. في كتير ألعاب وكتير أماكن وجودك فيها بيعلي نسبة موتك لدرجة كبيرة، وفي كتير عالم طبعا بتسافر لحتى تعيش وتجرب هيك مغامرات. ورح نشوف هلأ بعض هاي المغامرات وبعدين أنت قرر يعني إذا بتحب تسافر أو لا. خلونا نبلش، وقبل ما نبلش صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ليتس جو. عندك الجرأة انك توقف على اعلى ناطحة سحاب بنيويورك واللي بيبلغ ارتفاع 1100 قدم، وكمان فيك تشوف الشارع من دون درابزون. ببساطة تعيش هيك تجربة وهيك إثارة، بتميل بجسمك لقدام وعيش اللحظة معلم. يعني والشباب يعني اخذين احتياطاتهم ولا تقلق من هالموضوع ابدا، لانه عوامل الامان فيها كتير كبيرة. بس ما يكون عندك فوبيا من الارتفاعات، لانه وقتها ما رح تقدر توصل لفوق اصلا. واذا ما بتخاف من المرتفعات جبت لك تجربه مفيده، او لا ما بعرف اذا مفيده ولا لا، بس انه حتمشي فوق شوارع نيويورك كمان وانت عم تشوفها وكانك عم تمشي على الهواء حرفيا. وكمان لا تقلق لانه الزجاج فاصل بينك وبين الشارع. بس حتى لو هيك بدها حدا قلبه ميت، هي عمي يعني عم حاكيك انا. طب شو رايك بهي المرجوحه يلي حتحسسك بانعدام الجاذبيه؟ وكمان راح تشوف جبال متغطية بالثلج. على فكرة أنا عبالي أجرب هيك شيء يعني، بس خاف ما أوصل لهنيك وغير رأيي يعني، حتى نحط تذكرة طيران على الفاضي، لا عمي. في جنوب غرب الصين في منتزه غريب جدا، عاملين فيه جسر على ارتفاع عالي جدا، والجسر فيه فتحات. أنا برأيي يعني حتى يلي قلبه ميت ما راح يستجر يعبر هذا الجسر يعني، حتى لو مربوط وكل مقومات الأمان موجودة، بس على المؤاخذة هيروح ما فيها تجربة يعني، ما فيها تجرب. بجرب هالمرة أنا. عمرك جربت تمشي بالبسكليت على حبل وعلى ارتفاع عالي مثل هذا يعني؟ إذا عبالك تجرب هيك شيء فروح على المكسيك، لأنه هنيك راح تخوض هيك مغامرة. لا وفيك تسوق وانت تارك الغيضون يعني، بس انت احتياطا خلي قلبك بالبيت وسافر، وإنا لله وإنا إليه راجعون معلم. الشيء الإيجابي فيها انك راح تشوف مناظر طبيعية جميلة جدا وشيء خرافي يعني شيء اميزنج يعني شيء حلو كتير. بخليكو روس كايرو شمال استراليا عاملين مغامرة حلوة للزوار يلي قلبهم قوي، لانه راح تنزل تسبح مع تمساح ضخم وما بدي تخاف لانه حتكون بقلب زجاج مضاد للرصاص. شو دخل الرصاص بالتماسيح ما بعرف، بس انت قدم المشي اول يا رب معلم. منطقة سوشي ساماي بروسيا هي جنة للناس اللي بتحب القفز بالحبل. إذا عبالك تنط من على الحبل أو تتشقلب أو تزت حالك من ارتفاع 680 متر فعليك بروسيا، بس تأكد من الحبل الله يرضى عليك قبل ما تزت حالك وسلم على أبوك. الناس بالعادة بتنزل على الدرج أو على الأسانسير يعني إذا في كهرباء، بس هذا الكلام غير مقنع للناس يلي بتطلع على ناطحة سحاب بدبي وعاملين فيها لوح زجاجي من الطابق 53 بطول 220 متر، وعم يستخدموا الزجاج مثل الزحلقة ينزلوا عليها هيك زنوي. طب شو ممكن يكون إحساسك أنت إذا عشت هي التجربة أو تخيلتها؟ احكي لنا بالتعليقات. طب يكون خلص الفيديو لليوم، لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. وين دعمكم يا شباب؟ طب ليش ما عم تعلقوا؟ طب احكوا لنا اعطونا رأيكم يعني بهالفيديوهات إذا سمحتوا يعني بليز. سلام.